كانش عنده تفرقة خالص، كل الستودنتس عنده واحد. ما حدش يعلى عن حد او حد يقل عن حد، واهتم بالانشطه جدا، وان احنا ازاي نبقى منظرنا كويس بره المدرسه لما نروح مكان، ازاي يبقى منظرنا كويس ومشرف. انا النهارده اول مره اجي المدرسه من 3 سنين، انا خريجه بقالي 3 سنين، وكانت اول مره اجي فيها المدرسه لان انا كليتي في القاهره ومدرستي في اسيوط. فحقيقي كنت سعيده جدا جدا وانا داخله، والناس كلها فاكريني من اول البوابه لغايه اخر مبنى، لان انا في المدرسه دي من صغري، ومن وانا في KG1 لغايه ثانويه عامه، وقابلت كل المدرسين وشفت مبنى مبنى، وفعلا ذكرياتي في كل ملعب مختلفه عن التاني ومميزه، وليا ذكريات فيها حلوه جدا. هنا في المدرسه كنا بيساعدونا كتير ان احنا نشوف انشطه مختلفه وحاجات كتيره جديده. كنا بنعمل حفلات تنكريه ويقعدوا يورونا وظائف كتير مختلفه، وازاي تبقى مميز ومختلف وما تبصش للحاجات التراديشنال بتاعتك، وتطلع بره اوت اوف بوكس بتاعك. فانا فعلا كنت طلعت اوت اوف بوكس ودخلت طيران، وكتير من زمايلي دخلوا شرطه وحربيه وطب وحاجات كتير كبيره ومميزه، وكان طبعا المدرسه دور كبير في ده، ان هم ساعدونا ووقفوا معانا.